ودور المنظمات الإقليمية المعنية كجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات الإقليمية. إن ما يحول بين الجامعة وأداء هذا الدور هو غياب الإرادة السياسية العربية، الموحدة، وانصرافها أحيانا إلى تحالفات أخرى، كما أن الخلافات في الرؤى تشل في أحيان كثيرة قدرة الجامعة على أداء دورها المنشود، وإن إيجاد حل لهذه المسألة يسبق ويتجاوز أي مشروعات الإصلاح المؤسسي المنشود لجامعة الدول العربية. في ختام هذه الكلمة سيد الرئيس، أود أن أذكر بما قررت في مناسبة سابقة. جامعة الدول العربية هي أنتم الدول العربية، الدول الأعضاء، فإذا أردتم تفعيل دورها لتكون المؤسسة العربية الجامعة في تكتل سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل فأنتم قادرون على ذلك، كما يمكن أيضا تركها غير قادرة على مواجهة التحديات والمحن القاسية التي يمر بها الوطن العربي. لكن ما أراه إذا سمح لي أن أقول أن مصلحتنا جميعا دولا وشعوبا ومواطنين عرب تكمن في تفعيل دور الجامعة العربية لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. لقد حاولت سيادة الرئيس قدر جهدي الحفاظ على كيان الجامعة في خضم من الزوابع والرياح العاصفة، وقاومت بكل ما أملك من حجج وقدرات مواجهة بعض التوجهات التي كان يمكن أن تغير من طبيعة الجامعة وتحيد بها عن مسارها كإطار عربي جامع حاضن لتطلعات الشعوب الأمة العربية ودولها. وكان قدري أن أعايش العمل العربي المشترك في أحلك الظروف وأدق اللحظات التي تمر بها المنطقة العربية. الأمر كله في يدكم الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة بأجهزتها المختلفة ستبقى دائما الإطار الأصلح لمساندة الدول الأعضاء ورعاية المصالح العربية العليا. وفقكم الله جميعا للاطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقكم وسدد خطاكم لما فيه مصلحة الأمة وخيرها. والسلام عليكم ورحمة الله.